السلام عليكم الزينات، ان شاء الله يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في صحه وفي احوال جيده. البنات اللي في المانيا وحتى البنات اللي في المغرب واللي في جميع الدول، عندي لكم حتى نتوما الحل والبديل. هاد الكريمه كنستعملها في التزيين، كنستعملها في هاد الليمون اللي كنت على السيليكون، كنعمرهم كنجمدهم، كنكب عليهم هكا اما الميغواغ ولا الشوكولاط مخلط مع اللوز مهرمش. كنستعملها في الحشو، كنستعملها في التغليف، وما فيهاش الزبده، لذيذه والنكهه ديالها منها فيها جوج المكونات، ما كنبقاش نزيد عليهم بزاف ديال التخربيق، فيها سكرها فيها كل شيء، ما كتحتاجوش تعدوا عليها. علاش قلت البنات في المانيا؟ لحقاش هاد البودره كاينه في المانيا، ما عرفتش واش كاينه في الدول وحدين اخرين، مهم كاينه في المانيا، ولكن كاين البديل ديالها في دول العالم كامل. كما كتشوفوا سميتها كفاكفاين، راه كتباع في كاوفلاند في غيفه في كل بلاصه، وكتكون بالنكهات. انا اليوم غنستعمل معكم جوج، غنستعمل معكم النكهه نتاع السيترون والنكهه نتاع الفاني، ومن بعد غنوريكم باش يمكن لكم تنكهوا الا ما لقيتوش النكهات وتنكهوهم في الدار ديالكم، اولا ديروا بدائل اللي كيجيو واو. هي راه كيكون فيها السكر ديالها، كيكون فيها النكهه، ما كتحتاجوا ديروا حتى شي حاجه. كتحتاجوا ليها 500 غرام ديال الماسكربون و500 مليلتر نتاع الكريمه اللي كيكون فيها 30% ديال الدهون، يعني قد الكريمه قد الماسكربون. انا هنا غندير جوج باكيات، يعني جوج ظروف ديال هذيك البودره. نتوما الا بغيتوها تجيكم خفيفه شويه غديروا غير ظرف ونص، يعني ديروا هكا غير ساشي وحده ونص ولا ساشي. انا غندير جوج لحقاش غنحتاج هاد الكريمه بالذات، غنحتاجها في واحد العماره ديال واحد الطورطه اللي كتكون عاليه، تكون فيها تقريبا 25 سنتيم غير ديال الطول، يعني غنحتاجها تكون تهز ليا الثقل وتكون شاده راسها مزيان. نتوما الا كنتو غديروها غير في شي طاقط هكا صغيره ولا تعمروا بها غير هذوك الليمون اللي غيدخلوا السيليكون، يمكن لكم ديروا غير ظرف واحد اولا ظرف ونص. اللي زوين هو انكم كيمكن لكم تبدلوا فيها كما بغيتو، تلعبوا فيها كما بغيتو، ساهله كتوجد دغيا، والنكهات اللي فيها غزال. ما تقولوش ديال البنات راه ما لقيتهاش، راه ضروري غتلقاوها. نبدا لكم الطريقه ديال الخلط لحقاش كتلعب حتى هي دور كبير، ونقول لكم فين تلقاو البدائل. اول حاجه كديروا الماسكربون هو الاول، وكتبقاو تضيفوا عليه الكريمه شويه بشويه. هنا راه خليت العجان معري باش تشوفوا كيفاش كتخلط. ضروري تخليوها تخلط شويه بشويه لحقاش الماسكربون كتكون شاده راسها مزيان وقاصحه، والكريمه كتكون جاريه. الا درتو كلشي مره واحده غتاخذ لكم مده طويله وانتم كتخلطوا، غيولي داكشي يتشتت لكم ويطرش، غيكون العذاب بلا حتى شي حاجه. داكشي علاش بقاو تضيفوا شويه بشويه حتى يذوب لكم الماسكربون مع الكريم. مره حلوا العجانه وحيدوا الجناب، هبطوا هكا الجناب تاع الماسكربون باش يتخلطوا كاملين، وعاد من بعد يمكن لكم تزيدوا. راه تشوفوا في الفيديو فوقاش غادا نزيد البودره. هنا البنات اللي غيبغوا بدائل، البنات اللي في المغرب كريم شونتي بودره كتكون حتى في المغرب، راه كاينه في النكهات، كاينه كنظن في ديال الفريز، كاينه غير شي مرات تكون هكا فيها السكر، كاين اللي ما فيها السكر. بودره كريم شونتي بودره اولا مثبت الكريمه في اي مذاق كتلقاو في جميع الدول، في جميع لي سوبر مارشي كبار كتلقاو هكا ساشيات كيكون مرسوم فيهم هكا على شكل ديسير. الدور ديالهم هما انه كيتخلطوا مع الكريمه ولا مع الحليب ولا مع الماء بارد، وكيقصحوا داك الماء بارد اولا داك الحليب وكيوليو على شكل ديسير. نتوما ما كديروهمش على شكل ديسير، كتخلطوهم مع الكريمه، وعوض ما يقصحوا لكم الحليب كيقصحوا لكم الكريمه. يعني الدور ديالهم هو انه كيلعبوا كمثبت، كيتبت الكريمه وكيشدها. في المغرب ما كاينينش بحال هاد المثبته، فكاين الكريم شونتي بودره. الكريم شونتي بودره غتستعملوها في بلاصه هاد المثبت هذا، هي ان الكريمه ديالكم غتجيكم شويه قاصحه، ماشي شويه غتجيكم قاصحه غتجيكم شاده راسها وما غتبقاش تهبط لكم دغيا. المكونات يكونوا باردين وتخلطوهم دغيا وغتصدق لكم. شنو كنت غنقول؟ يا ربي تثبتني على الشهاده، انا راه هضرتي ملاوطه. المهم قبلوا على الموجود، الفيديو راكم كتشوفوه الموجود راكم قابلين عليه، فاش ما تفهموش شي حاجه كتبوا لي لتحت. شنو ندير لكم شي فيديو ونقول لكم بالضبط منين تشريهم، مع انني واقيلا فايته دايره فيديو في شي كاوفلاند ولا في شي بلاصه هكا على فين تلقاو منتجات مغربيه ولا بدائل المنتجات المغربيه، وكانوا حتى هادو تا هما كتصورتهم لكم. هنايا فاش كيتخلطوا كلشي كتزيدوا العجانه ديالكم على اعلى سرعه باش تطرب مزيان، وكتخليو الخليط ديالكم حتى تيبداو يدخلوا، حتى تيتهوى، حتى تيشد راسو، يبدا هكا كيولي فيه الهواء. فهمتوني ياكم؟ المهم قولوا وصافي، قولوا بلي راكم فهمتوني. المهم الخليط ديالكم تيتهوى. علاش؟ لحقاش الا درتوا هاد البودره من الاول غتجمد لكم الخليط من الاول غيشد راسو. نتوما غتشوفوني هنا راه ما مسرعاش نهائيا الفيديو، غتشوفوني كيفاش غنديرها كي غتشد راسها. هذه ديال السيترون في الحقيقه النكهه ديالها غزاله. كاينه ديال السيترون مؤخرا خرجت ديال كامل، ديال الكوك، كاين ديال الفريز، كاين ديال التوت الاحمر، كاين ديال الفاني، كاينين فريمون بزاف النكهات. المهم كاين ديال الشكلاط، كاين ديال النوازيت، كاينين بزاف ديال النكهات غزالين.
احسن انهم يستعملوا هكا على انهم يستعملوا الديسير. حتى اللي كنت غنستعملهم هكا نعمر بهم كويسات صغار كنستعمل هاد الطريقه نفسها النيت، وكندير هكا كويسات نتاع الزاجه ولا كويسات لي فيغين هكا صغارين، كندير فيهم اما جينواز ولا كندير فيهم بسكوي هكا مهرمش، وكتبوشيو هكا من الفوق كيجي المذاق ديالهم فريمون غزال. ما كتحتاجوش تبقاو تنكهوا. حاجه اللي زوينه فيهم بزاف هو ان ما فيهمش السكر بزاف، يعني ما كيجيوش حلوين ولا المذاق ديالهم كيجي حلو بزاف. نتوما شفتوا انا استعملت 2 ساشيات، يعني الكريمه جات فريمون شاده راسها مزيان وقاصحه مزيان، يعني غتهز ليا الثقل ديال ديك الكيكه ما نخافش منها. بغيتها تجي خف من هكا غتنزل واحد الفيديو ان شاء الله من مور هذا، ولا المهم كنظن من مور هذا ينزل واحد الفيديو ديال واحد الطورطه درت فيها 50. فانا ضبلت الكميه تقريبا ديال الكريمه السائله، درت 500 غرام ديال الماسكربون، درت ليها تقريبا نقولوا جايه 750 مليلتر ديال الكريمه، باش جاتني الكريمه ديالي خفيفه، باش هكا دوك الوريدات اللي خدمت بهم كيجيوني خفاف. هنا الفيديو الثاني غندير ديال الفاني وغنكها من بعد بالمونغ. البنات اللي لقاو غير ديال الفاني اولا في بلاصه اللي هما عايشين عندهم مثلا غير الكريم شونتيي بودره ما عندهمش بالنكهات، غتقولك انا بغيت نكهه واش نستعمل نكهه صغيره، يمكن لكم تستعملوا دوك النكهه اللي كيتباعوا عند العطار صغار دوك اللي جال، يمكن لكم تستعملوا نكهه طبيعيه لانكم تشدوا اي فاكهه عندكم. هنا انا استعملت المونغ كان طيبته، الفيديو راه نزل قبل هذا المونغ، وهكا خليته حتى برد وزدتو عليه، يعني ديجا طايب جامد شاد راسو. نتوما يمكن لكم ديروا الفريز توت الازرق اي حاجه عندكم طيبوها هكا فوق البوطه، ديروا عليها شويه السكر معلقه صغيره نتاع النشا وخليوها حتى تعقد وتولي هكا بحال شي كومبوت ثقيل، ويمكن لكم تنسموا بها الكريمه ديالكم. ماشي غير هاد الكريمه، اي كريمه حتى كريمه الزبده شي مرات كنسمها بهاد الطريقه، فاش كيعقدوا بالحق ما يبقاوش جاريين. هنا الموغ راه ماشي كاع عاقد مزيان، ولكن الفواكه الاخرى خليوها حتى تولي على شكل كومبوت شاد راسو وتبرد مزيان. زيدوها على الكريمه ديالكم، خلطوها مزيان وانتم عندكم كريمه فيها فواكه ولا فيها قطع ما كتذوبش ما كتطلقش الماء. فاش كتحشيو بها الكيك ديالكم وكتخليوه يبات في الثلاجه، فالكيك لا الغدا كياخد داك الماء اللي في الكريمه كيطرى عاد كثر مزيان، وهي عاد ما كتزيدش تشد راسها وكتعقد. هاد البنات هاد الكريمه انا هي اللي كنستعمل، وما كاينش شي حد كياكلها عندي ولا كيذوقها في شي حلوه انا صايبتها وما كيسولنيش عليها. فريمون من بين احسن الكريمات اللي كنستعمل.